صباحكم سعيد جميعا. اعذروا لي، يعني طاقتي مش موجودة غصب عني. المهم، تعالوا النهاردة هديكوا جولة حلوة في صباح باكر يوم النهاردة. نبدأ نتفرج على مطروح في الباكر كده شكلها ايه. اهي زي ما انتم شايفينها كده. عاوز تقول عليها لؤلؤة، عاوز تقول عليها الهدوء الشتوي، حالة السكينة، راحة البال. يعني انت مثلا لو افتكرنا او فكرت مثلا تيجي تقيم في مطروح في الشتاء، او بلاش لو الموضوع صعب شوية في اكل العيش هنا في فترة الشتاء، انت مثلا حابب تيجي تزور مطروح في الشتاء كراحة او زيارة او نوع من انواع الفسحة، هتلاقي راحة هنا حلوة، هتلاقي هدوء هنا حلو، مش هتلاقي اللي يضايقك، مش هتلاقي بقى المناظر اللي تضايقك، الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك هادي مرتاح البال. الدنيا معاك هتلاقيها برضو جميلة. اقدر اقول لك ان انت هتقدر تشيل كل الهموم بتاعتك وتبدأ حياة جديدة بطاقة جديدة. احنا حاليا عند كوبري الرومل. خلاص، عايز اقول لكم ان المحافظه بتستعد للعيد القومي للمحافظه. مش عارف اذا كان اتعمل امبارح او اول او لسه هيتعمل، بس انا شفت له تجهيزات كتيره عنده كوبري روبل الناحيه التانيه، او كانوا بيقولوا يوم الميكانيكا، مش فاهم يعني. كانت حاجات كتيره بتحصل في الجانب الاخر من عند كوبري رومل. انا اليومين دول شويه بسبب الاحداث بتاعتي المتراكمه ورا بعضها ما اهتمتش قوي اعرف التفاصيل. هنا مصيف نقابة التطبيقيين، واللي بعديه هتبدأ تتمشى كده ناحية كده شاطئ النخيل ب. بعد كده نبدأ نخش على حلقة السمك وشاطئ الهنا وشاطئ مطروح العام. حلقة السمك من الأماكن العظيمة هنا في بلدنا، وكمان هتلاقي فيها حاجات تعجبك قوي، لأن هي شارع اسمه شارع المينا القديم، واللي بيتباع فيها السمك الصابح الطازة اللي طالع من البحر بتاع مطروح، اللي هو بيكون ايه بقى. خد بالك، لأن انت في فترة الصيف ممكن يخش عليك نوعين ثلاثة دخيل من الأسماك. ان هو مثلا يبقى عايز يبقى فاتح طول اليوم والحلقه او البحر مش مكافئ، فيجيب انواع اسماك اخرى، لان المصيفين كتير ممكن يجي له واحد يقول له عايز بولتي، فانت بولتي ايه، احنا في بحر ابيض، فبيوفروا الحاجات دي. لكن في فتره الشتاء لا، سمك مطروح بس هو اللي هتلاقيه. هو ده اسمه شارع المينا القديم اهو، شارع المينا القديم. كان في سينما هنا، بنمسيها بالخير، يعني نفسنا تبدأ تشتغل لنا تاني في فترة الصيف. كانت سينما صيفي محترمة بصراحة، جميلة جدا وهادية ورايقة وفيها كل حاجة. هنا هتلاقي بقى حلقة السمك على يمين الطريق وعلى يسار الطريق، يعني في محلات في استاد الكرة الخماسي بدأت الصيادين مراكب تاخد فيها محلات زي ما عمولة الزكي عملت بالظبط. هنا بدأوا عملوا، فتحوا كل واحد فتح السمك الصيدة بتاعته، وهتلاقيه موجود. في الشتاء هتلاقي عندهم السمك بتاع مطروح بكثرة. هنا بقى ده شاطئ الهنا اهو، شاطئ الهنا كان ليا فيه ذكريات الغرق بتاعتي اهو. هنا بعد شاطئ الهنا شاطئ مبارك او شاطئ مطروح العام كما سمي بعد الثورة كده اهو. ادي شاطئ مطروح العام من الشواطئ الحلوه. عايز اقول لكم ان في ركود تام في حركه البحر النهارده، ودوت لو انت جيت سالتني انا بقى واحد بقالي زمن في البلد دي، اقول لك ان ده الهدوء ما قبل العاصفه.
تقول لي ازاي؟ اقول لك يعني هنلاقي الاسبوع الجاي تسمعوا بقى في الاخبار مطروح مطر، مطروح برق، مطروح رياح، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، وبعدها تدينا مثلا اسبوع تاني او 10 ايام الدنيا هاديه ورايقه وجميله، وهكذا. طول فتره الشتاء احنا بنكون متواجدين على هذا الشكل وعلى هذا الوتيره. بتلاقي الجو جميل ومش زي النهارده. ممكن كمان لو الجو كمان فيه سنه حراره ممكن تنزل تعوم، مفيش ادنى مشكله خالص. الجمعه اللي فاتت كان في ناس نازله الميه وانا داخل محافظه مطروح. هنبدا نطلع منه على المربع الذهبي. نطلع من هنا بقى كده على المربع الذهبي. المربع الذهبي ده بقى يا جماعه فيه ايه؟ في مجموعه شاليهات، انا سميتها بشاليهات المربع الذهبي. يعني هي كانت مشهوره من قبل او معروفه من قبل ذلك عند الناس، اسمها شاليهات عروس البحر، انا لقبتها بالمربع الذهبي. وهتلاقي بقى فتح الله اللي هو الهايبر ماركت الوحيد والاوحد هنا في مطروح، اللي بيكون المنطقه دي عامه في فتره الشتاء او فتره الصيف كلها شغاله. هتلاقي عندك جيلاتي موكا. موكا ده يا جماعه شغال ما بيقفلش، شغال خلاص. كشري التحرير، بس مش ده التحرير بتاع التحرير، يعني كشري التحرير ده غير التحرير اللي ايه. هنا هتلاقي اهو فتح الله موجود على شمال الطريق، هو ده. والهاب بتاع مطروح بعديه. الاماكن المنطقه دي صيف شتاء شغاله. طب في صباح باكر يوم النهارده ممكن تلاقي طلبه، تلاقي ناس مخنوقه بتتمشى، تلاقي ناس زهقانه، تلاقي حاجات كتيره جدا موجوده على الكورنيش في فتره صباحيه زي الصباح. تلاقي ناس اللي بيلعبوا رياضه، الحاجات دي كلها. اي واحد عاوز يجدد نشاطه ويكون عنده طاقه جديده، يكتسب طاقة إيجابية جديدة ويرمي السلبية، ويفكر ناس تاخد قرارات، تتمشى للمدرسة. في ناس كتير جدا بتاخد طريق المدارس بتاعتها ناحية البحر، بالرغم إنه ممكن يكون أطول من الطرق التانية. يعني ممكن الطرق التانية تبقى أقصر وبالمواصلات أقرب وأقرب، لكن لا، في بعض الناس بيبدأوا يلجأوا ياخدوا طريق الكورنيش. ممكن كمان يوم طلبة جامعات، الحاجات دي كلها. من الحاجات اللي بتعجبني بقى هنا في مطروح ان انت اذا جيت مقيم هنا فانت بتبقى مطمن على اولادك قوي، ان مدى تفكيرهم. يعني دايما الاولاد في البيت بيكون لهم تفكير مختلف، عايز يجرب كل حاجه. ففي القاهره وفي الاماكن التانية الزحمه بيبداوا يجربوا حاجات ما تعجبناش. هو مثلا يتعرف له على كام واحد كده، يشرب معاهم سيجاره، يخرج معاهم خروجه بتاع. هنا اقصى حاجات في الخروجات ممكن تحصل ان هو ممكن يمشي على الكورنيش. طبعا الكورنيش البلد كلها بتعدي عليه، فكلها هنا تعرف بعضها، كلها هنا شايفه بعضها. وبرضو البحر يعني الفيو بتاعه نضيف، فما بيخليش فكرك يفكر في افكار تانية. يعني ما بقيش مثلا انا شاب عاوز اقعد على البحر اقوم افكر اشرب سجاير مثلا، لا، الفكر دوت مش هيجي لك هنا على البحر، لان الاكسجين وجمال الطبيعه مش هيديك الفرصه ان انت تفكر تفكير سلبي نهائي. ان انت قاعد هتلاقي الوقت معاك بيجري بسبب ان انت شايف منظر من المناظر الطبيعيه النادره اللي انت كلما قل وجودها في اليومين دول. يعني مسجد العوام، دجاج البيك زعلت قوي السنه دي ان هو قافل في فتره الشتاء. كنت اتمنى اجي الاقيه فاتح في الشتاء. هنا بقى عندك ده مربع البوسيت. مربع البوسيت ده يعني حدث ولا حرج، يعني الزحمه بس في الصيف، بس الحته الوحيده اللي شغاله صيف شتاء، محلاتها صيف شتاء، مربع الذهبي. بعد كده مفيش تاني. فندق جيويل. مربع البوسيت يبدا من عند فندق جيويل، نقدر نقول دوت الليد، ونقدر نقول عيله عوام، قولوا زي ما انتوا عايزين، لكن البوسيت يبدا من عند فندق جيويل اللي في وشنا، اللي فيه واجهه ازاز الدواء. بس كده، مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. نتمنى لكم صباح باكر، يوم جديد النهارده يكون جميل وهادي ورايق، وعلى اي زي ما بيقول كده
عبد الباسط حموده بيقول لك الجو هادي خالص والدنيا بص. نتمنى لكم صيف سعيد ومستنيينكم في صيف 2024 داخل محافظه مطروح. تنورونا وتزورونا، هتلاقونا في انتظاركم كلنا. كان معاكم مندي مطروح، وايه مع السلامه.